بزاف منا عايشين بواحد المفهوم غلط، كيحسب لينا باللي قيمتنا في قاع داكشي اللي كنملكوه، في كثرة الناس اللي دايرين بينا، وفي كثرة الشغالات اللي عامر بيها نهارنا، وفي كثرة الحوايج اللي مكدسة في ديورنا. ولكن الحقيقة اللي غافلين عليها هي أن القوة الحقيقية ما كيناش في الجمع. القوة كاينة في الاستغناء، أنك تملك الشجاعة باش تخلص من كل حاجة ما بقاتش كتخدمك، سواء كانت غرض مادي أو فكرة قديمة أو علاقة كتستنزفك. في هذا الفيديو غادي نكتشفوا كيفاش نبدلو حياتنا من الزحام للاتساع ومن الثقل للخفة. غادي نفهموا علاش الأقل هو دائما الأكثر، وكيفاش تخوي المساحة للي فعلا كيستحق يكون في حياتك، حيت ملي كتعلمي تستغناي كتعطي لراسك فرصة باش تولدي من جديد. بزاف المرات كنشعروا باللي كتافنا تقال، وباللي كاين واحد الضبابة على عينينا وحنا ما هازين والو فوق ظهرنا. هذا الثقل كيكون جاي من الكراكيب النفسية. أول بيبان الراحة وأصعبها هو الاستغناء النفسي. أول حاجة خاصنا نستغناو عليها هي جلد الذات. شحال من ليلة دوزتيها وانتي كتحاسبي راسك على كلمة قلتيها هادي سنين، أو قرار خديتيه وانتي مازال صغيرة وما عارفاش. الاستغناء هنا كيبدا بوعي واحد، انا اليوم ماشي هي انا ديال البارح. هذيك التجربه كانت درس، وملي كنبقاو شادين في لوم الذات رحنا كنحبسوا راسنا في غرفه مظلمه وكنسدوا علينا بالساروت. سامحي هذيك المراه اللي كنتي باش تعطي فرصه لهاد المراه اللي انتي دابا تبني مستقبل جديد. الاستغناء النفسي هو ملي كنقرروا نستغناو على الصورة اللي بغاو الناس يشوفونا فيها. شحال ديال الجهد كنضيعو باش نبانو مثاليين، باش نرضيو الأصدقاء، الزوج أو حتى الجيران. ملي كتستغناي على فكرة خاص كل شي يرضى عليا، كتحسي بواحد الحرية غريبة. السيطرة على حياتك كتبدا ملي كتكوني انتي هي المرجعية ديال راسك، ماشي كلام الناس. واكيد ما كايناش شي راحه نفسيه الا كان المحيط ديالنا سام، الا كان فيه اشخاص كيمصوا لينا الطاقه ديالنا. فهنا لازم اننا نوقفوا وقفه مع النفس ونتخذوا قرارات. ماشي بالضروره تقطعي مع كل شيء، ولكن الاستغناء هنا معناه الاستغناء الشعوري. كاينين ناس في المحيط ديالنا كيمصوا لينا الطاقه، كل ما جلستي معاهم كتخرجي فاشله وفيك طاقة سلبية. تعلمي تستغناي على انتظار الدعم منهم، وتعلمي تحطي مسافة أمان بينك وبينهم. السيطرة هي ملي ما كتخليش حالة الآخر النفسية هي اللي كتحكم في نهارك، بالعكس انتي اللي خاصك تتحكمي في نهارك وفي نفسيتك. الاستغناء هو تعيشي هنا ودابا. ملي كتعمري عقلك بسيناريوهات خايبة على شنو غادي يوقع، انتي كتسرقي الراحة من يوم ديالك. الاستغناء النفسي كيعلمنا باللي المستقبل بيد الله، وحنا علينا غير الخطوة اللي قدامنا دابا. تخيلي عقلك بحال واحد الصاك هزاه على ظهرك. كل ذكرى خايبة، كل لوم لمتي به نفسك، كل علاقة كتحطمك هي حجرة في داك الصاك. واش قادرة تكملي الطريق وانتي هزة هداك الحجر كامل؟ الاستغناء ماشي معناه الضعف، بل هو قمة القوة. انك تقولي هادشي ما بقاش كيخدمني وبغيت نعيش خفيفة. من بعد ما كنحاولوا نصالحوا مع ذاتنا كنصطدموا بواحد الحيط عالي سميتو المقارنة. وعلاش كنسميها مرآة مسروقة؟ حيت ولينا كنشوفوا نفسنا في مرايات ديال ناس وحدين اخرين، ماشي في مرايتنا الحقيقية. الاستغناء هنا هو قرار شجاع باش نكسروا هذيك المراية. خاصنا نفهموا باللي المقارنة هي بحال واحد اللص، كتسرق منك الفرحة بدارك بوليداتك وحتى بضحكتك، غير حيت شفتي نسخة مفلترة عند واحدة أخرى. حنا ولينا كنشوفوا واجهة حياة الناس وكنقارنوها بكواليس حياتنا اللي فيها التعب وفيها الروينة. الاستغناء عن المقارنة كيعني نآمنوا بأن كل وحدة عندها
التوقيت ديالها الخاص. كاين اللي كيمسح دابا الغبرة، وكاين اللي جالس كيشرب قهوته في راحة. والمهم هو أن طريقي ماشي هو طريقك. كل وحدة فينا عندها طريقها وطريقتها. فاش كنتخلاو على هاد السباق الوهمي كنرجعو نملكو عينينا، كنوليو نشوفو النعم اللي عندنا بلا ما نحسو باللي ناقصنا شي حاجة، غير حيت كاين اولا هي كاينه عند ناس وحدين اخرين. وهاد المقارنه كتدفعنا لواحد الخوف خايب بزاف، وهو الاحساس باللي فاتنا الحال او باللي الاخرين سبقونا. الاستغناء هنا هو اننا نستغناو على المسطره اللي كيعبروا بها الناس النجاح. المراه اللي استغنات على المقارنه هي اللي فهمات باللي قيمتها ماشي في شحال من حاجه شرات او شحال من لايك جمعات، ولكن قيمتها في السلام اللي كتحس بيه وهي كدير اشياء بسيطه بحب. هاد الفقره هي دعوه باش توقفي هذيك المراقبه المتعبه للاخرين، حيت كل دقيقه كتضيعيها وانتي كتشوفي في حياه غيرك هي دقيقه ميته من حياتك انتي. الاستغناء عن المقارنه هو اللي كيعطيك التصريح باش تعيشي حياتك بشروطك انتي، ماشي بشروط السوشيال ميديا او بكلام الاخرين. واش كتعرفي باللي المقارنه هي اللي مخليه دارك تبان لك ضيقه واخا هي واسعه؟ المقارنه هي اللي مخليه ولادك يبانوا لك ناقصين واخا هما نعمه من عند الله. ديري واحد المقارنه وردي البال، شوفي ملي كتدخلي للتليفون كتكوني مرتاحه، وملي كتخرجي منه كتكوني حاسه بواحد الغصه وبواحد الضيق، غير حيت شفتي وحده اخرى عايشه الحياه. راه هذيك الغصه هي اللي خاصك تستغني عليها، لانها هي سبب مشاكلك. من بعد ما كنهرسوا مرايه المقارنه كنلقاو روسنا محبوسين في فخ اسوأ من ذلك، وهو هوس الكمال. بزاف منا كيحبسوا حياتهم، كيحبسوا مشاريعهم وحتى ضحكتهم، حيت كيتسناو اللحظه المثاليه او الصوره المثاليه اللي ما كيناش اصلا. الاستغناء هنا هو عنف تجاه هاد الوهم، هو اننا نقبلو باللي النقص البشري هو اللي كيعطينا التميز ديالنا. الانجاز احسن من المثاليه. هاد الجمله خاصها تولي قانون حياتك. فاش كنتخلاو على هوس الكمال كنربحو الشجاعه باش نغلطو وباش نتعلمو وباش نكونوا عفويين. هذا التحول من الرغبه في ابهار العالم للرغبه في ارضاء الذات هو اللي غيخليك تبداي داكشي اللي كنتي مأجلاه سنين هادي، غير حيت خفتي ما يجيش مزيان او لا طوب. الحقيقة هي ان هاد الطوب هو انك ديري الخطوة الاولى وخا تكون مرونة. المثالية هي خوف متخفي في لبسة زوينة. حنا ما باغينش نكونوا مثاليين حيت حنا واعرين، ولكن حيت حنا خايفين من الانتقاد. شوفي ملي كيجيو عندك مثلا الضياف على غفلة وكتكون الدار مرونه، شوفي الخلعه اللي كتحسي بها انهم ما غاديش يشوفوك وانت مثاليه وان الدار مقاده ومصايبه. ديري في بالك ان المثاليه هي مقبره الابداع، استغني عليها باش تقدري تعيشي مزيان وتحياي بسلام. عارفه ديك الغصه اللي هضرنا عليها قبيله اللي كتحسي بيها ملي كتحطي التليفون من يدك، ملي كتسالي ديك الدوره في السوشيال ميديا وتلقاي راسك كتشوفي في دارك وكيبان لك كلشي ضيق، كلشي قديم وكلشي ناقص؟ هذيك الغصه اختي راه ماشي حيت دارك ضيقه، بل حيت عقلك هو اللي عامر، حيت المقارنه هي السوسه اللي كتاكل لك فرحتك باللي عندك دابا، وهي الخيط اللي كيجرك لواحد الحفره غارقه، حفره الماضي. راه ملي كتشوفي حياه الناس المثاليه في الشاشه لا اراديا كيبدا عقلك يحاكم النسخه القديمه منك. كتلقاي راسك كتقولي شفتي فلانه فين وصلات، شفتي دارها كيف دايره، لو كان غير حتى انا كملت قرايتي، لو كان غير اختاريت اختيار اخر، كوراني دابا حتى انا عندي صالون بحال هكا، او لا عندي هادي او لا عندي هاد الخدمه. هنا فين كيولي الماضي هو سجن ماشي مدرسه. كتولي كتقارني اسوأ ما عندك بافضل ما عند الناس. الاستغناء عن الماضي هو أول خطوة باش تخرجي من هاد الفخ. راه الندم هو سم كنشربوه
وحنا كنتسناو البارح يتغير، والبارح مات وسالينا منه. التحرر من الماضي هو تقولي لهاديك البنت اللي كانت هادي سنين: انا مسامحه ليك، درتي اللي قدرتي عليه بداك الوعي اللي كان عندك. حطي داك الثقل اختي، راه الطريق قدامك مازال طويله، والقفه اللي عامره بحجر كون غير ولو كان وقع هي اللي غتخليك ديما كتشوفي دارك ضيقه واخا تكون قصر. ملي كتستغناي على الصوره اللي كان ممكن تكوني عليها، تما فين كتقدري تحبي الصوره اللي انتي عليها دابا، وتما فين كيبدا فك التعلق الحقيقي، التعلق بالاوهام اللي حابسنا حتى في حياتنا الماديه. ملي كنوصلوا لهاد المرحله من الوعي ونقدروا فعلا نتحرروا من قبضه الماضي ونفكوا حبال التعلق المرضي باللي فات، كنحسوا بواحد السكينه داخليه بدات كتكبر. ولكن خليني نكون معك صريحه، هاد الحريه النفسيه غتبقى ناقصه ومهدده الا ما قدرتيش تجسديها في المحيط اللي كتعيشي فيه كل نهار. كامرة، دارك وفضائك الخاص هما المملكه ديالك، ولكن في الحقيقه هما اكثر من ذلك، هما امتداد للنفسيه ديالك. واش عمرك سالتي راسك علاش كتحسي بضيق غير مبرر وانتي وسط بيت عامر باشياء ما بقيتيش كتحتاجيها؟ الحقيقه اللي خاصنا نواجهوها هي ان الكراكيب الماديه اللي محاصرين بها ريوسنا هي في الاصل كراكيب مشاعريه مؤجله. هادوك الحوايج اللي ضيقوا عليك ومازال شاده فيهم، هادوك الهدايا اللي كيجيبوا لك الغصه ومع ذلك مخبياهم، وهادوك المواعن والاغراض اللي حاطاهم دياول زمان قديم، هادو كاملين كيمثلوا الخوف من المستقبل والتعلق بنسخ قديمه منك ماتت وما بقاش عندها بلاصه في حياتك جديده. الاستغناء المادي ماشي هو تمارة ديال الشغل، ولكن هو فعل تطهيري. فاش كتوقفي وسط دارك وبكل قوة وشجاعة وكتقرري تخلصي من كل حاجة ما بقاتش كتشبه للمرأة اللي وليتيها انتي اليوم، انتي كتقولي للماضي: صافي شكرا، ما بقاش عندك اي مكان في الواقع ديالي اليوم. هاد الفراغ اللي كتحققي في المادة هو اللي كيسمح للوفرة تدخل روحك. الاستغناء المادي هو الخطوة اللي كتنقل الوعي من مجرد أفكار في الراس لأسلوب حياة كيتنفس خفة وحرية، حيث المرأة الواعية هي اللي كتعرف باللي القوة ديالها ماشي في شحال كتملك، ولكن في شحال ديال الأشياء هي قادرة تستغنى عليها وتبقى في قمة الرقي والجمال. هادوك الحوايج اللي كتقولي حتى نضعاف ونلبسها، أو اللي كتفكرك بمرحلة كنتي فيها حزينة ومكسورة، تخلصي منها. هادوك الهدايا اللي كانوا من أشخاص جرحوك، أو أغراض بقات من علاقات سالات. الاحتفاظ بهاد الأشياء هو بمثابة استضافة لأصحابها وسط دارك. خرجي هاد الطاقة السلبية من حياتك باش يدخل في بلاصتها السلام. المطبخ والبيت اللي عامر بأشياء ربما نحتاجها من هنا العامين، كلنا كنقولوا هاد الكلمة. هاد السلوك هو خوف مقنع من الفقر. تعلمي باللي الوفرة هي يقين في الروح، ماشي كراكيب تحت البلاكار. الاستغناء المادي هو تمرين يومي على الثقة. فاش كتخوي مكان فانت كتعطي إشارة واضحة بأنك كتثقي في قدرتك على التجدد، وبأنك كتستحقي الأفضل والأجود ماشي الأكثر والأقدم. لكن ردي لبالك من واحد الفخ كيقدر يرجعك للور بلا ما تشعري، وهو هوس البريستيج والمظاهر. بزاف ديال العيالات كيغرقوا ديورهم وحياتهم بأشياء ماشي حيت محتاجين ليها، وماشي حيت كتعبر على ذوقهم الحقيقي، ولكن فقط باش يثبتوا مكانة اجتماعية أو باش يسكتوا صوت المقارنة مع الآخرين. الاستغناء الحقيقي هنا هو فاش كتحرري من نظرة الناس، فاش كتقرري تعيشي بالكفاية الذاتية، يعني كتمتلكي فقط لداكشي اللي كيعطيك قيمة حقيقية وراحة، ماشي داكشي اللي كيبهر الناس في الصور أو في ستوريات. هاد النوع ديال الاستغناء هو قمة النضج النفسي، حيت هنا كتولي قيمتك نابعة من شكون نتي ومن سلامك الداخلي، ماشي من ماركة ديال الحوايج اللي لابسة
أو الديكور ديال الصالون اللي عندك في دارك. تعلمي تقولي لا لكل حاجة غتاخد من وقتك وفلوسك وجهدك غير باش ترضي عيون الآخرين. الاستغناء عن المظاهر هو اللي كيعطيك أثمن حاجة كتقلب عليها أي امرأة: الحرية المالية والصفاء الذهني. في الأخير خاصك تعرفي باللي فن الاستغناء ماشي هو التخلي على الحياة، ولكن هو الحياة في أبهى صورها. هو فاش كتختاري بوعي شنو اللي يستحق ياخد مكان في قلبك وفي دارك وفي وقتك. التحرر من الماضي وفك التعلق بالنسخ القديمة منك وتطهير محيطك من قاع الكراكيب اللي كتقل كتافك، هادو كاملين خطوات باش توصلي لواحد النتيجة وحدة: أنك تولي انت هي صاحبة القرار في حياتك. ما تخليش الأشياء تملكك، وما تخليش الذكريات سجنك. عيشي بخفة وتعلمي باللي الأناقة الحقيقية هي في بساطة الروح، والقوة الحقيقية هي في الاستغناء عن كل ما لا يخدم سلامك النفسي. خرجي اليوم من هذا الفيديو وانتي عازمة إن شاء الله باش تخوي مساحة في دارك وخوي مساحة في عقلك، وخلي المكان للجديد للجميل للوفرة اللي كتسناك. إلا وصلتي أختي حتى لهنا وعجبك الفيديو، نتمنى أنك تشتركي معايا وتدعميني بواحد اللايك، وما تنسيش تفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد. ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو جديد. بسلام عليكم.